اهلا بيكم شباب اولى ثانوي. معانا النهارده حل النموذج السادس، والنهارده وخلاص يا شباب هانت الامتحانات على الابواب، فذاكر شويه عشان حتى لما تاخد الاجازه تكون نفسك مستريح. طيب بيقول لك اول سؤال، بيقول لك عند حدوث تلقيح بين نمتين بظلاء الخضر كان الجيل الناتج يحتوي على نباتات طويله الساق وقصيره الساق بنسب متساويه. يعني هنا في نباتات طويله بنسبه 50% وقصيره بنسبه ايه 50%. بيقول لك بنسب متساويه، ما انا عمري ما اطلع 25 و25، لا هنا 50% وهنا 50%، هنا نص وهنا نص قد بعض يعني. فما التركيب الجيني للاباء؟ طيب مديك الف، مديك تي سمول وتي سمول في تي سمول تي سمول. طب انا ضربت تي سمول في تي سمول كله هيطلع الجيل هيطلع تي سمول تي سمول. بص معايا كده، لو انا عندي كده تي سمول تي سمول، ادي ده البيرنس، تي سمول تي سمول في تي سمول تي سمول اللي هو نباتات قصيره. ايوه ايه اللي هيحصل؟ والله يا دكتور هجيب من هنا الجاميطات واجيب من هنا الجاميطات، ادي الجاميطات طيب. عشان المتشابهين خدت واحده بس، انا كبرنا على الكلام ده، عشان المتشابهين خدنا واحده بس. طب تي سمول في تي سمول يبقى تي سمول تي سمول اللي هي ايه؟ اللي هي نباتات قصيره بنسبه 100%. بنسبه ايه؟ بنسبه 100%. مش معايا، انا عايز يكون النباتين متساويين، هنا 2 وهنا 2، هنا 1 وهنا 1، هنا 4 وهنا 4. طيب بص يا دكتور كده على رقم ب بيقول لك تي كابيتال تي سمول في تي سمول تي سمول. تعال بص معايا كده، تي كابيتال تي كابيتال تي كابيتال تي سمول في تي سمول تي سمول. ماشي، تعالى كده نجيب الجاميطات. ماشي، تي كابيتال وتي سمول مش شبه بعض، يبقى انا يا دكتور هاخد التي كابيتال، هاخد التي كابيتال واخد التي سمول هنا. ماشي، والتي سمول تي سمول يبقى انا هاخد ايه؟ هاخد هنا التي سمول لانهم متشابهين. هضرب الاول ده طبعا ده الاول بالنسبه لي وده الثاني وده الاول. ماشي، هضرب الاول في الاول يبقى تي كابيتال تي سمول، يبقى تي كابيتال ايه؟ تي سمول. والثاني في الاول يبقى تي سمول تي سمول. ده ايه؟ والله يا دكتور ده نبات طويل لكن هجين. وده ايه؟ والله ده يا دكتور نبات قصير، طبعا الصفه المتناحيه دايما نقيه، يبقى ده نبات قصير وده نبات طويل ايه؟ وده نبات طويل هجين. طيب ده بنسبه كام؟ والله يا دكتور ده بان واحد من اتنين يبقى بنسبه 50%، وده بنسبه كام؟ وده بنسبه 50%. يبقى هما الاثنين ظهروا بنفس النسبه ولا لا؟ ايوه هما الاثنين ظهروا بنفس النسبه، اي بنسب متساويه، يبقى انا هختار الاجابه ب. طب بص يا دكتور كده على ج، تي كابيتال تي كابيتال في تي سمول تي سمول. بص معايا كده على تي كابيتال تي كابيتال دي، تي كابيتال تي كابيتال في تي سمول تي سمول. تعالى كده نجيب الجميطات. والله يا دكتور تي كابيتال تي كابيتال دي متشابهين، فهاخد بس التي ايه؟ هاخد التي كابيتال. ودي سمول تي سمول متشابهين، فهاخد بس التي ايه؟ في دي سمول. هضربهم في بعض يبقى تي كابيتال تي سمول. نباتات طويله هجينه بنسبه 100%، برضه مش تنفع معايا. طب بص يا دكتور كده على ده، تي كابيتال تي سمول في تي كابيتال تي سمول. تعالى كده معايا، تي كابيتال تي سمول في تي كابيتال تي سمول. احنا المفروض عارفين ومتدربين عليها اكتر من مره، دي هتطلع نباتات طويله بنسبه 50 75%، ونباتات ايه؟ ونباتات قصيره بنسبه 25%. تعال نشوف. والله تي كابيتال تي سمول يا دكتور مش شبه بعض، فاخد منها جاميطات تي كابيتال من هنا ودي سمول من هنا، ادام مش شبه بعض ودول ادام مش شبه بعض، يبقى اخد التي كابيتال واخد الدي سمول. ايوه بالنسبه لي دي رقم واحد ودي رقم اتنين، ودي رقم واحد ودي رقم اتنين. هضرب الاول في الاول يبقى تي كابيتال تي كابيتال. هضرب الاول في الثاني يبقى تي كابيتال تي سمول. هضرب الثاني في الاول يبقى تي كابيتال تي سمول. هضرب الثاني في الثاني يبقى تي سمول تي سمول. نبات طويل نبات طويل نبات طويل، وده نبات قصير، يعني بنسبه 3 الى 1، بنسبه 75%. انتوا مش شايفينها ولا ايه؟ يعني بنسبه 75% ل 25%، فبرضه مش تنفع معايا، يبقى الاجابه هتبقى عن ايه يا شباب؟ ب. وعلى فكره السؤال ده انت يعني السؤال ده في الامتحان ده بعتبره من الاسئله اللي بتضيع وقت. دلوقتي يا دكتور الرقم الف دي مش محتاج اجربها ليه؟ ما انا عارف ان تي سمول تي سمول في تي سمول تي سمول نبات قصير، مع نبات قصير هيطلعوا لي ايه؟ هيطلعوا لي نبات قصير، يبقى مش نافع معايا. طب بص يا دكتور على جيم، والله جيم ده يا دكتور لو خدت من هنا تي كابيتال في الجاميطات وخدت من هنا تي سمول في الجاميطات ضربتهم في بعض يبقى تي كابيتال تي سمول، ده كده نبات طويل، يبقى مش ينفع معايا. وده يا دكتور شفناها اكتر من مره، وعارف ان بيطلع تي كابيتال تي كابيتال نباتات اللي هو تطلع الصفه السائده بنسبه 3 والصفه المتناحيه بنسبه 1، يبقى برده مش معايا، فالاجابه هتبقى ايه؟ فالاجابه هتبقى ب. وتروح ماسك ب دي وتروح مجربها، يعني ما تختارش وخلاص، لا بس انا عارف ان الشك الاكبر هيكون على ب، واروح ماسك ب واروح ايه؟ مجربها عشان ما اضيعش وقتي في الامتحان. ولو جربتها طبعا هتطلع صح زي ما احنا وريناها لك، فالاجابه هتبقى ايه يا شباب؟ ب، عشان يعني ما تجربش ده كله، فانت هتشك في واحده وهتجربها عشان تتاكد يعني. فالاجابه عندنا تبقى ايه يا شباب؟ هتبقى السؤال الثاني معانا بيقول لك ما التسلسل الصحيح للكائنات الحيه التاليه من الاقل رقيا للاعلى رقيا؟ انا عشان اجاوب السؤال ده محتاج افهمك حاجه معينه يا دكتور. هو يا دكتور ايه الممالك انا عايز اعرف الممالك من الاقل رقي للاعلى رقي. بص يا سيدي، انا اقل مملكه عندي في الرقي هي البدائيات، هي الايه؟ هي البدائيات. ثم ايه اللي بعدها يا دكتور؟ ثم الطلائعيات. ثم ايه؟ ثم الطلائعيات. ثم ايه يا دكتور؟ ثم الفطريات. الفطريات. ثم ايه يا دكتور؟ ثم مملكه النبات، ثم مملكه الحيوان. رائع رائع. يبقى انا اقل مملكه عندي
هي البدائيات اللي هي اقل رقي، بعد كده الطلائعيات، بعد كده الفطريات، بعد كده النبات، بعد كده الحيوان. طب يا دكتور عايز اسال كمان سؤال. انا اعرف ان النبات فيه كذا مجموعه، في مجموعه الطحالب الراقيه، وفي مجموعه النباتات الوعائيه اللاوعائيه، وفي مجموعه النبات الوعائيه. بص، الاقل رقيا في مملكه النبات هي مجموعه النبات مجموعه الطحالب الراقيه. مجموعه ايه؟ مجموعه الطحالب الراقيه، ثم النباتات اللاوعائيه، ثم النباتات الوعائيه، ثم ايه؟ ثم النباتات الوعائيه يا دكتور. رائع جدا. يبقى ده مملكه النبات. الطحالب الرقيه ده اقل رقي، ثم الوعائيه ارقى من الطحالب الرقيه، ثم الوعائيه هي ايه؟ هي اكثر رقيا في مملكه النبات. تعال نبص معانا بقى. ما تستلزم صحيح الكائنات الحيه من الاقل رقيا للاعلى رقي. طيب بيقول لك الفوجير والريشيا والدياتومات والنستك. طب انا يا دكتور عارف ان الفوجير دي مملكه نبات، والريشيا دي مملكه نبات، والدياتومات دي طلائعيات، والنستك دي مملكه ايه؟ والنستك دي مملكه بدائيات. يا دكتور انا عايز النستك دي تبقى اقل رقي. ليه؟ لان النستك دي يا دكتور تبع مملكه البدائيات. تبع مملكه الايه؟ البدائيات، شعبه مجموعه البكتيريا الحلقيه. فانا عايز انا عايز الاختيار يبدا بالايه؟ بمملكه البدائيات. يبقى انا عايز ابدا بالنستك. فالدياتومات لا، مش هتنفع معايا لان الدياتومات طلائعيات. النستك اقل منها في الرقي. ايوه انا هختار جيم. ليه؟ عشان بادئ بالنستك. طب الريشيا لا، الريشيا دي مملكه نبات. لا انا عايز ابدا بالنستك اللي هي اقل ايه؟ اللي هي اقل رقي. ثم الدياتومات اللي هي مملكه الطلائعيات، صح؟ البدائيات ثم الطلائعيات. طيب ثم الريشيا. ايوه يا دكتور الريشيا دي تبع مملكه النبات. ايوه تبع مجموعه النباتات اللاوعائيه، تبع شعبه الحزازيات. يبقى انا اختار الريشيا. ثم الفوجير. الفوجير اللي هو تبع مملكه النبات لكن من مجموعه النباتات الوعائيه، طائفه الايه؟ طائفة الصرخصيات. طائفة الايه؟ طائفة الصرخصيات. يبقى انا هختار الاجابة يا شباب، هختار الاجابة ج. السؤال الثالث معانا بيقول لك اي مما يلي، ايوه، لا تحتويه نواة كل من الخلية الجسدية والمشيج الذكري في الانسان على الترتيب. هسألك سؤال، خلي بالك من حتة مهمة جدا جدا جدا. هو بيقول لك ايه؟ لا تحتوي نواة كل من الخلية الجسدية. خلي بالك فرق بين نواة الخلية الجسدية وعدد الكروموسومات الجسدية. خلي بالك من حته الخليه الجسديه وعدد الكروموسومات الجسديه. طيب يا دكتور هي نواه الخليه الجسديه فيها كام كروموسوم؟ والله فيها 46 كروموسوم اللي هو العدد الكامل من الكروموسومات اللي هو 2 نون او 2 ان. طيب والمشيج الذكري يا دكتور، المشيج الذكري مش الكروموسومات الجنسيه. المشيج الذكري يا دكتور فيه 23 كروموسوم اللي هو نص 46 ده في الانسان. ايوه اللي هو ايه؟ اللي هو نص عدد الكامل للكروموسومات اللي هو نون. رائع جدا. تعال نبص على الاجابات. والله يا دكتور بيقول لي ان الخليه الجسديه فيها 2 نون، فيها 2 نون، والمشيج المذكر فيه نون، فيه نون، ده نون و2 نون. يبقى دي معايا، يبقى دي معايا. انا عايز حاجه لا تحتوي عليها. طيب ب بيقول لك 46 جزيء دي ان ايه، 46 جزيء دي ان ايه، و23 جزيء دي ان ايه في المشيج الذكري، صح جدا. طب يقول لك هنا 46 صبغ، 46 صبغ، ايوه، و23 صبغ في المشيج المذكر، ايوه صح. يبقى الاجابه دي معايا. انا عايز حاجه لا تحتوي، يبقى اكيد الاجابه ديت. بيقول لك 44 كروموسوم صبغي و22 كروموسوم صبغي. عشان كده قلت لك خلي بالك من الحته دي. قلت لك نواه كل من الخليه الجسديه. ايوه انا اعرف ان الخليه الجسديه يا دكتور فيها 46 كروموسوم جسدي. 46 ايه؟ كروموسوم في الخليه الجسديه. 44 منهم كروموسوم جسدي، واثنين منهم كروموسومات جنسيه. اتنين منهم ايه؟ كروموسومات جنسيه. لكن هو عايز يعرف عدد الكروموسومات في كل خليه جسديه. والله يا شباب عدد الكروموسومات في كل خليه جسديه هي 46 كروموسوم. طب مال ايه ال 44 دول يا دكتور؟ والله ال 44 دي عدد الكروموسومات الجسديه. عدد الكروموسومات الايه؟ الجسديه. ركز في الحته دي تفرق جدا جدا. يبقى انا نواه كل خليه جسديه فيها 46 كروموسوم. طب كل نواه اللي هي فيها 46 كروموسوم دي فيها كام كروموسوم جسدي؟ فيها 44 كروموسوم جسدي و2 جنسي. لكن هي كلها فيها ايه؟ والله فيها 44 زائد 2 اللي هم 46. طبعا ده مش معايا يا شباب، اللي هي حاجه لا تحتوي عليها لانها تحتوي على 46 كروموسوم وليس 44. طب 22 صبغي، لا هي بتحتوي على 23 صبغي، كروموسوم صبغي وليس 22. يبقى برضو دي غلط. فانا عايز حاجه لا تحتويها. يبقى الاجابه هتبقى ايه؟ الاجابه هتبقى د. السؤال الرابع معانا بيقول لك فيما تشترك الكائن الحي س مع الكائن الحي ص. اول حاجه عايز اعرف مين الكائن س ده. والله الكائن س ده يا شباب فطر البنسليوم. فطر ايه؟ فطر البنسليوم. طيب ومين الكائن ص ده يا دكتور؟ والله يا دكتور ده يا دكتور فطر عيش الغراب. فطر مين؟ فطر عيش الغراب. رائع جدا. عيش الغراب، ماشي، البنسليوم. طيب انا عايز اعرف يا دكتور فطر البنسليوم ده، عايز اعرف عنه شويه حاجات. عايز تعرف عنه ايه؟
عايز يا دكتور اعرف عنه اول حاجه هو في شعبه ايه. والله الفطر البنسليوم طبعا هو مملكه الفطريات، وده طبعا مملكه الفطريات عادي جدا، لكن ده من شعبه الفطريات الزقيه. شعبه ايه؟ شعبه الفطريات الزقيه. رائع. شعبة ايه؟ شعبة الفطريات الزقية. طب عايز اعرف يا دكتور هل ده خيوطه الفطرية مقسمة ولا لأ؟ ايوه، خيوطه الفطرية، خيوطه الفطرية مقسمة بحواجز عرضية. طب يا دكتور عايز اعرف هو يحتوي على اكواز الجراثيم بتاعته بتتكون فين؟ والله يا شباب الجراثيم بتاعته بتتكون داخل اكياس جرثوميه، وده برضه يا دكتور عايز اعرف عنه نفس الحاجات. هو في شعبه ايه؟ والله فطر عيش الغراب يا شباب من شعبه الفطريات البازيديه. خيوطه مقسمه، ايوه خيوطه الفطريه مقسمه. طب عايز اعرف الجراثيم بتتكون فين؟ الجراثيم بتتكون داخل تركيب صولجاني الشكل عامل زي القبعه، عارف انت الطاقيه، فهو بيتكون داخل تركيب صولجاني الشكل، معذره. بيتكون ايه؟ بيتكون الجراثيم داخل تركيب صولجاني الشكل يشبه الايه؟ يشبه القبعه. تعال نبص بقى يا دكتور على الايه؟ على الاختيارات. بيقول لك فيما يشترك الكائن، فيما يشترك فطر البنسليوم مع فطر عيش الغراب. بيقول لك هما الاثنين بينتميان لنفس الشعبه. لا، ده في شعبه وده في شعبه، ده شعبه فطريات زقيه وده شعبه فطريات ايه؟ بازيديه، يبقى ده مش معايا. بيقول لك يتكونان من خيوط فطريه مقسمه. ايوه، ده بيتكون من خيوط فطريه مقسمه بحواجز عرضيه، وده بيتكون برضه بخيوط فطريه مقسمه. يبقى اختار الاجابه ب. طب بص على جيم يا دكتور، بيقول لك عد الصبغيات. بص يا سيدي، انا فطر البنسليوم ده كائن وفطر عيش الغراب ده كائن تاني، فادام هما الاثنين كائنين مختلفين يبقى عد الصبغيات يوم هما الاثنين مختلفه. ازاي يا دكتور؟ صلي على النبي. انا الانسان وعندي كلب، هل عد الصبغيات في الانسان قد الكلب؟ لا. طب عد الصبغيات في الانسان قد القطه، قد الاسد، قد الفراخ، قد السمك؟ لا. فعد الفطريات او عد الصبغيات تعتبر حاجه مميزه للكائن. ففطر البنسليوم ليه عدد صبغيات معينه، وفطر عيش الغراب ليه عدد صبغيات معينه. ده ليه عدد صبغيات مختلف عن ده. ليه؟ بسبب اختلاف ان ده فرد، يعني ده من نوع وده من نوع تاني، فده برضو مش هينفع معايا. عدد الصبغيات دي مش هتنفع معايا. طب يا دكتور بيقول لك دال يحتويان على جراثيم تتكون داخل اكياس كروموسوميه. بص، فطر البنسليوم اللي هو من الفطريات الزقيه بيتكون، ايوه بيحتوي على الجراثيم تتكون داخل اكياس جرثوميه، قلنا لكن عندنا فطر عيش الغراب الجراثيم بتاعته بتتكون داخل تركيب صولجاني الشكل عامل زي القبعه. يبقى لا، واحد بيتكون داخل اكياس لكن التاني مختلف عنه لانه بيتكون داخل تركيب ايه؟ صولجاني الشكل. يبقى انا هلغي الاجابه د، والاجابه عندي تبقى ايه يا شباب؟ هتبقى ب. السؤال الخامس معانا بيقول لك اذا تزاوج فردين نقيين في صفاتهما المتقابله. يعني عندي فرد نقي سائد وفرد نقي متناحي. عرفت منين يا دكتور ان هو فرد سائد ونقي؟ يعني ليه ما احطش سائد مع سائد او متناحي مع متناحي؟ عشان قال لك في صفاتهما المتقابله او المتعاكسه. المتقابله يعني ضد بعض. ولم تظهر صفه اي من الابوين على النسل الناتج. لما جوزت واحد لاثنين، مثلا واحد كان ابيض واحد كان احمر، طلع اللون ولا احمر ولا ابيض، طلع لون مختلف تاني. ايوه، فماذا يحتمل ان تكون الحاله الوراثيه المعبره عن ذلك؟ بيقول لك اول حاجه سياده تامه. تعبس، فاكر السياده التامه؟ والله يا دكتور كان عندي مثلا لو كان عندي ار كابيتال فار سمول، ده قرمزي وده ابيض، كان بيطلع في الاخر باخد هنا الجميطات ار كابيتال واخد هنا الجميطات ار سمول، ويبقى في الاخر ار كابيتال ار سمول، هو نباتات قرمزيه بنسبه 100%. يعني طلعت شبه ايه؟ طلعت شبه الاب الاول. يبقى دي مش تنفع معايا. ليه؟ لانه بيقول لك ولم تظهر صفه اي من الابوين. لا، ده هنا ظهرت صفه الاب الاول اللي هو الار كابيتال بنسبه 100%. يبقى الف مش معايا. طب يا دكتور كده معايا افتكر السياده التامه. السياده التامه دي يا شباب كنا بنعملها على نبات شاب الليل. ايوه، كنا بنجيب نبات شاب الليل لونه احمر فنقول ار كابيتال. في نبات شاب الليل لونه ابيض دبليو كابيتال، فيدوني نبات شاب الليل ار كابيتال دبليو كابيتال، ده لونه احمر وده لونه ابيض وده لونه قرنفلي. يعني الجيل الناتج طلع لونه ولا احمر ولا ابيض، لا ده طلع لونه قرنفلي يا دكتور. يعني ايه لون قرنفلي؟ يعني ولا احمر ولا ابيض. يعني لما جوزت فردين نقيين في صفاتهما المتقابله، واحد احمر وواحد ابيض، يعني مش شبه بعض، ولم تظهر صفه اي من الابوين. ايوه ظهرت يا دكتور لون قرنفلي، ولا طبع الاب ده ولا طبع الاب ده، اللي هو الاجابه ايه؟ اللي هو الاجابه ب. يبقى دي عدم سياده يا شباب. طب الجينات المتكامله، ولو والله لو جبنا مثلا جينات متكامله، عارف انت الجينات المتكامله كانت تكفي لاظهار الصفه السائده ان يكون جين واحد من كل زوج يكون ايه؟ يكون سائد. طب انا عندي ايه كابيتال في بي كابيتال. ايوه، في ايه سمول بي سمول. لو جبت من هنا الجميطات، تعالى كده جيب الجميطات. والله يا دكتور دول شبه بعض فاخد منهم واحده بس، ودول شبه بعض فاخد منهم واحده بس، فالجميطات هتبقى عندي ايه كابيتال
بي كابيتال، وهناك هتبقى اي كابيتال اي سمول بي سمول، هضربهم في بعض يبقى انا عندي اي كابيتال اي سمول بي كابيتال بي سمول. دي ازهار ايه؟ دي ازهار يا دكتور قرمزيه. طب ودي ايه؟ ودي قرمزيه. طب ودي ايه؟ ودي يا دكتور ابيض، وده ايه؟ لون ابيض. يبقى طب انا القرمزيه طلع عندي قرمزي اهو، يبقى برضه الجينات المتكامله؟ لا، ده انا طلع عندي صفه الابوين في الجيل الناتج بنسبه 100%. طب جينات مميته، اصلا الجينات المميته يعني مثلا لو انا عندي مثلا صفه وراثه الشعر الاصفر في الفئران، فلو جبت الواي كابيتال واي كابيتال عشان اجوزه، واي كابيتال في الواي سمول واي سمول عشان اجوزهم، هلاقي الواي كابيتال ده اصلا هيموت، فمش هينفع معايا. ما هو اصلا الواي كابيتال ده ميت وهو جنين، او ميت اول ما اتولد، فمش هينفع معايا. لان ايه؟ لان ما فيش اللي هو يعني اللي في الجين المقابل ليه ما عادش موجود. فالاجابه عندي هتبقى ايه يا شباب؟ هتبقى انعدام السياده. السؤال السادس معانا بيقول لك اي الكائنات الحيه التاليه لا يعتبر ضمن الطحالب الرقيه؟ تعالى نرجع كده وافتكر معايا، هو النبات يا دكتور كان بيتكون من 3 مجموعات، ممكن تفتكرهم؟ والله كان بيتكون من الطحالب الرقيه، وكان بيتكون من النباتات اللاوعائيه، وكان بيتكون من النباتات الوعائيه. 3 مجموعات: طحالب رقيه، نباتات لا وعائيه، نباتات ايه؟ نباتات وعائيه. طب يا دكتور الطحالب الرقيه دي كانت بتتكون من 3 شعب، ممكن تقولهم لي؟ ممكن اقولهم لك. كان بيتكون من شعبه اسمها شعبه الطحالب الحمراء، وشعبه الطحالب البنيه، وشعبه الطحالب الخضراء. طيب الطحالب الحمراء دي كان فيها البلوسيفونيا، والطحالب البنيه دي كان فيها الفيوكس، والطحالب الخضراء دي كان فيها القلاميدوموناس، وكان فيها الاسبروجير. تعالى يا دكتور معايا كده، ده مين ده يا دكتور؟ ده الفيوكس. ده ايه؟ ده الفيوكس. طبع ايه يا دكتور؟ طبع الطحالب الراقيه. ايوه يا دكتور، شعبه ايه؟ شعبه الطحالب البنيه، يبقى دي برضو معانا، ده يعتبر من الطحالب الراقيه. طب مين ده يا دكتور؟ ده الكلاميدوموناس. طب الكلاميدوموناس دي يا دكتور مش تبع الطحالب الراقيه؟ تبع الطحالب الراقيه، شعبه الطحالب الخضراء، يبقى ده يعتبر ضمن الطحالب الراقيه، يبقى ده معانا. طب يا دكتور ده مين؟ والله دوت الطحالب ثنائيه الاصوات، ده تحلب ثنائي الاصوات. طب كان تبع مين ده يا دكتور؟ كان تبع مملكه الطلائعيات، شعبه مين؟ شعبه الطحالب الناريه، يبقى ده مش معايا يا دكتور. ليه؟ لانه مش تبع الطحالب الراقيه، ده تبع مملكه الطلائعيات. اي نعم، هو اسمه تحلب ثنائي الاصوات، يعني هو تحلب لكن مش تبع الطحالب الراقيه اللي هي في مملكه النبات، لانه اصلا ده مش في مملكه النبات، ده في مملكه الطلائعيات، يبقى ده مش معايا. طب مين ده يا دكتور؟ ده البلوسيفونيا. البلوسيفونيا دي كانت مين؟ كانت في الطحالب الراقيه؟ كانت في الطحالب الراقيه شعبه الطحالب الحمراء، فدي معانا. فالوحيده اللي مش معانا هتبقى الاجابه ايه؟ هتبقى الاجابه ج يا شباب. السؤال السابع معانا بيقول لك انجبت امراه 4 ابناء تختلف فصيله دم كل منهم، وست جابت 4 عيال. ايوه فاهم، جابت 4 عيال. 4 عيال دول كل واحد فصيله دم مختلفه عن التاني، واحد فصيله منهم، والتاني فصيله، والتالت فصيله، والرابع فصيله، يعني خلفت 4 فصائل دم. زي ايه يا دكتور؟ يعني خلفت الايه، خلفت الايه، وخلفت البي، وخلفت الاي بي، وخلفت الاو. والله يعني ست، والله يعني عندها صدر رحم. ماشي، عندنا ايه وعندنا بي وعندنا ايه وعندنا او. طيب ما التركيب الجيني لفصيلتي دم الابوين؟ الابوين دول هيبقى اللي هم خلفوا واحد ايه وواحد بي وواحد اي بي وواحد او، هيكون فصيله دمهم ازاي؟ فاحنا هنجرب دلوقتي، هنشوف رقم الف كده، الاي او في الاي بي. تعالى كده نجرب كده الاي او. يبقى انا بدور على التزاوج يديني 4 فصائل دم مختلفه، يعني بيديني اللي هم ايه؟ ال4 فصائل اللي عندي في المنهج، اللي هم اصلا موجودين، الاي والبي والاي بي والاو. طيب تعالى كده ناخد هنا الجاميتات، تعالى كده نطلع الجاميتات. تعالى خد من هنا الجاميتات، هاخد يا دكتور الايه؟ الاي، وهاخد هنا الاو عشان مختلفين، وهاخد هنا الايه يا دكتور، وهاخد هنا الايه، وهاخد هنا البي. هعتبر دي رقم 1 ودي رقم 2، ودي رقم 1 ودي رقم ايه، ودي رقم 2. ماشي، هضرب الاول في الاول يبقى ايه كابيتال، ايه كابيتال، وهضرب الاول في الثاني فيبقى ايه كابيتال، بي كابيتال، وهضرب الثاني في الاولاني فهيبقى ايه او، وهضرب الثاني في الثاني فهيبقى ايه بي. دي فصيله دم ايه؟ دي فصيله دم ايه، ودي فصيله دم اي بي، ودي فصيله دم ايه. ليه؟ لان الايه تزود على الاو، لان الايه تزود على الاو، ودي فصيله دم اي بي. طب ظهرت عندي كام فصيله دم؟ والله ظهرت عندي الاي بي ادي 1، وظهرت عندي الايه ادي 2، وظهرت عندي الاي بي ادي 3، لكن ظهرت عندي الايه تاني؟ لا، يبقى دي مش معايا. ليه؟ هو عايز 3 يكونوا مختلفين، المفروض دي يكون فصيله دم او، لكن دي مش كانت فصيله دم او، يبقى دي مش نافعه معايا. ليه؟ لانها هي كده خلفت 3 فصائل دم مختلفة. لا، هي الست في الاختيارات خلفت عندنا 4 فصائل دم مختلفة، يبقى رقم ألف مش معايا. تعال نبص على رقم ب، بيقول لك او في اي بي. تعالى كده او في اي بي، او في اي بي. تعالى كده نطلع الجاميتات، والله دول شبه بعض فطلع منها الاو. الجاميتات هختارها، دول شبه بعض فطلع منها الاو. طيب ودول يا دكتور دول مش شبه بعض فطلع هنا منها الايه، واطلع منها هنا الايه البي. هضرب الاول، ادي اول ودي اول ودي رقم 2، ما ده 1 1 2. طيب الاول في الاول يبقى ايه او، الاول في الثاني يبقى بي او،
دي فصيله دم ايه؟ دي فصيله دم او بنسبه 50% ظهرت، ودي فصيله دم بي بنسبه 50% ظهرت. يعني فصيله دم الايه ظهرت بنسبه 50%، والبي ظهرت بنسبه 50%. يبقى الست دي خلفت ايه؟ والله الست دي يا دكتور خلفت 4 ابناء ذات فصيلتين دم فقط. لكن انا اللي انا عندي في الاختيارات خلفت 4 ابناء كل واحد منهم ليه فصيله دم تختلف عن الايه؟ عن التاني. يعني خلفت 4 فصائل دم، واحد ايه وواحد بي وواحد او وواحد اي بي. تعالى نبص يا دكتور، يبقى دي برده مش نافعه معايا. تعالى كده بص على دكتور على جيم بي او في اي بي. تعالى كده البي او هتطلع نفس الموضوع ده، بي او في اي بي. تعالى كده نطلع الجاميتات. هنا الاي البي والاو مش شبه بعض، فاطلع هنا البي واطلع هنا الايه واطلع هنا الاو، ودول مش شبه بعض فهاخد هنا الايه واخد هنا البي. هضرب دي رقم 1 ودي 2 ودي 1 ودي 2. هضرب الاول في الاول فهيبقى اي بي، هضرب الاول في الثاني فهيبقى بي بي، هضرب الثاني في الاول فهيبقى اي او، وهضرب الثاني في البي فهيبقى بي او. ايوه دي فصيله دم ايه؟ دي فصيله دم اي بي ظهرت بنسبه 25%، ودي فصيله دم بي هنا بي اهي، ودي فصيله دم ايه ودي فصيله دم بي. يعني فصيله الدم البي ظهرت بنسبه كام؟ ظهرت بنسبه 50%، والاي ظهرت بنسبه 25%. يعني يا دكتور من الاخر فصيله الدم ظهر عندي كام فصيله دم؟ والله يا دكتور ظهر عندي 3 فصائل دم. لا في السؤال عندي بيقول لك ظهر عندي 4 فصائل دم، عندي 4 ابناء كل فصيله دم تختلف عن الاخرى. يعني ظهرت عندي 4 فصائل دم، يبقى برضو جيم دي مش نافعه. يبقى الاجابه اكيد د. بيقول لك الاجابه اكيد د. بيقول لك اي او في بي او. تعالى كده نجربها كده، اي او في بي او. انا بعد في الامتحان اجرب الكلام ده، للاسف في السؤال زي دوت هتجرب فيه لان مالهاش حل. فالجاميتات انا عندي الاثنين دول مشابهين عن بعض فاطلع الايه واطلع الاو، ودول مختلفين عن بعض فاطلع البي واطلع الايه واطلع الاو. تعالى كده نضرب الاول في الاول. ادي عندي رقم 1 وده رقم 2 وده 1 وده ايه وده 2. هضرب الاول في الاول يبقى عندي ايه بي، هضرب الاول في الثاني فيبقى عندي بي اي او، وهضرب الثاني في الاول فيبقى عندي بي او، وهضرب الثاني في الثاني فهيبقى عندي او او. طيب الاي بي دي يا دكتور فصيله دم اي بي ظهرت بنسبه 25%، والاي او دي فصيله دم ايه يا دكتور؟ الاي او دي فصيله دم ايه؟ ليه؟ لان الاي تسود على الاو، فدي برضو فصيله دم ايه ظهرت بنسبه 25%، ودي فصيله دم بي ظهرت بنسبه 25%. ليه يا دكتور دي فصيله دم بي؟ لان انا عارف ان فصيله الدم البي ان البي تسود على الاو، فدي تبقى فصيله دم ايه؟ فصيله دم بي بنسبه 25%. ودي ايه؟ ودي او فصيله دم او ظهرت بنسبه 25%. يبقى انا عندي هنا كام فصيله دم؟ والله يا دكتور عندي الاي بي وعندي الاي وعندي البي وعندي الاو، يعني عندي 4 فصائل دم مختلفين. يعني الاجابه هتبقى ايه؟ الاجابه هتبقى د يا شباب. يبقى انا يا شباب اول حاجه عايز افهم السؤال، بيقول لك انجبت امراه 4 ابناء تختلف فصيله دم كل منهم عن الاخر. يعني عندي ال4 ابناء دول كل واحد منهم فصيله دم. يعني ايه؟ ظهر عندهم ال4 فصائل دم اللي احنا خدناهم في المنهج، ظهر عندهم الاي وظهر عندهم البي وظهر عندهم الاي بي وظهر عندهم الاو. فانا هجرب في الاختيارات اللي يدوني الاختيار اللي يديني 4 فصائل دم. جربت فلقيت ان الاختيار ده اللي هو الوحيد اللي يديني ايه؟ اللي يديني 4 فصائل دم مختلفين. يعني الاجابه ده يا شباب. الثامن معانا بيقول لك ادرس الشكلين 1 و2 ثم حدد اي العبارات التاليه صحيحه. 1 و2 ثم حدد. طب 1 ده يا شباب ايه؟ والله يا دكتور 1 ده تعرق شبكي. تعرق ايه؟ تعرق شبكي. طب 2 ده يا شباب ده ايه؟ والله 2 ده يا دكتور تعرق متوازي. طيب هسألك شوية أسئلة وتجاوب عليا. طب يا دكتور التعرق الشبكي دي يعني من طوائفة إيه؟ والله التعرق الشبكي دي يعني طائفة النبات ذات فلقتين. طب التعرق المتوازي يا دكتور تعرق متوازي يعني طائفة النباتات ذات الفلقة الواحدة. طيب يا دكتور عايز أعرف كمان حاجة، هو النبات ذات فلقتين بيبقى التعرق بتاعه وتدي ولا ليفي؟ والله هيكون يا دكتور وتدي. طب هنا بيكون ايه؟ بيكون جذوره في شكل ليفي، يبقى برضو لا، يبقى ده جذوره وتديه لكن ده جذوره ليفيه. طب عايز اسال كمان سؤال يا دكتور، هو الحزم الانسجه الواعيه في الشكل واحد ده بتكون ايه؟ والله حزم الانسجه الواعيه بتكون مرتبه في حلقه بالساق، انما هنا بتكون ايه؟ انما هنا بتكون مبعثره في النباتات ذات الايه؟ ذات الفلقه الواحده. طب يا دكتور اخر سؤال هنا في النبات رقم 1 اللي هو النبات ذات الفلقتين بيكون ايه؟ والله بيكون النبات ذات الفلقتين بيكون ازهار المحيطات الزهريه بتاعته ذات مضاعفات رباعيه او خماسيه، انما ده بيكون ايه؟ بيكون مضاعفاته ثلاثيه. بيكون المحيطات الزهريه في مضاعفاته ثلاثيه او مضاعفتها. طيب تعال نبص على الالف. بيقول لك جذور النباتات في الشكل واحد ليفيه. جذور النباتات في الشكل واحد وتديه وليست ليفيه، يبقى الف مش معايا.
ب بيقول لك الحزم الوعيه للنبات الشكل 2. الحزم الوعيه لنباتات الشكل 2 اللي هو النباتات ذات الفلقه الواحده، بيقول لك مرتبه في حلقه بالساق. لا، النباتات ذات الفلقه الواحده بيكون مبعثره في حلقه بالساق، يبقى دي مش نافعه معايا. طب بيقول لك ج ينتمي نبات الذره الى نباتات الشكل واحد. الذره يا شباب من النباتات ذات الفلقه واحده، والشكل واحد ده نبات ذات فلقتين، يبقى طبعا الذره لا ينتمي لنباتات ذات الفلقتين، انما ينتمي للشكل 2. طيب بيقول لك ده ازهار نباتات الشكل 2 قد تكون ذات محيطات زهريه ثلاثيه، ذات محيطات زهريه ثلاثيه او مضاعفتها، يبقى الاجابه دي سي صح. انما ازهار نباتات الشكل واحد قد تكون ذات محيطات زهريه رباعيه او خماسيه او مضاعفتها، يبقى دي معانا. والشكل واحد بيكون ذات محيطات زهريه رباعيه او خماسيه او مضاعفتها، فالاجابه عندها تبقى ايه يا شباب؟ تبقى د. السؤال رقم 9 بيقول لك اي الحالات الوراثيه التاليه المسؤوله عن ظهورها جين سائد في الانسان؟ اول حاجه بيقول لك الصلع الوراثي. ايوه يا شباب، الصلع الوراثي مسؤول عن ظهوره جين سائد في الانسان. طب يا دكتور العته الطفولي؟ والله العته الطفولي ده يا شباب كان مسؤول عن ظهوره جين متنحي في الانسان. مسؤول عن ظهوره ايه؟ جين متنحي. يبقى العته الطفولي محتاج ايه؟ محتاج جين متنحي، والعته الطفولي ده يا شباب من الجينات المميته المتنحيه. طب يدخل العمى اللوني. عمى الالوان ده يا شباب من الصفات المرتبطه بالجنس اللي مسؤول عن ظهوره جينات متنحيه محموله على الكروموسوم الجنسي اكس. والهوموفيليا برضو نفس الكلام، من الصفات المرتبطه بالجنس اللي الجينات المسؤوله عن ظهورها بتبقى جينات متنحيه موجوده في الكروموسومات الجنسيه ايه؟ اكس. يبقى الاجابه عندنا تبقى ايه يا شباب؟ الصلع الوراثي هو الوحيد اللي مسؤول عن ظهوره ايه؟ جين سائد في الانسان. طبعا السؤال العاشر مرغي معانا. نخش على السؤال 11 اللي بيقول تزوجت امراه بنيه العيون نقيه وحامله الجين مرض الهيموفيليا. مرض الهيموفيليا ده يا شباب من الامراض المرتبطه بالجنس. ايوه. من رجل ازرق العيون ومصاب بمرض الهيموفيليا. ايوه. اي مما يلي يعتبر احد التراكيب الوراثيه المحتمله للابناء. دلوقتي انت هتجوز الراجل ده مع الست دي وهتشوف ايه التراكيب الوراثيه اللي في الاجابات طلعت عندك. طيب علما بان جين لون العيون البنيه بي كابيتال يسود على جين العيون الزرقاء الايه؟ الزرقاء. تعال نبص كده معانا. بيقول لك اول حاجه ايه؟ قال لك تزوجت امراه بنيه العيون وحامله الجين مرض الهيموفيليا. اول حاجه قال لي امراه بنيه العيون وحامله الجين مرض الهيموفيليا. طيب انا المراه دي هتبقى بي كابيتال وممكن تبقى بي كابيتال بي سمول. ماشي. بيقول لك حامله الجين مرض الهيموفيليا. طيب هي الست بتبقى اكس اكس ولا اكس واي؟ لا بتبقى اكس اكس يا دكتور عشان انثى. طيب حامله الجين مرض الهيموفيليا يعني اكس اتش كابيتال اكس اتش سمول. في الرجل يا دكتور بيقول لك رجل ذات عيون زرقاء، رجل ازرق العيون ومصاب بمرض الهيموفيليا. رجل ازرق العيون يبقى بي سمول ومصاب بمرض الهيموفيليا. طبعا ذكر اكس واي وهيبقى اتش هنا ايه؟ اتش سمول عشان بيقول لك مصاب بمرض الهيموفيليا. ومرض الهيموفيليا بيكون الجين بتاعه جين متنحي. الجين المسؤول عن اظهار صفه مرض الهيموفيليا بيكون جين ايه؟ جين متنحي. طب يا دكتور عرفت منين ان دي كابيتال بي كابيتال؟ عشان هنا قال لك ايه؟ امراه بنيه العيون نقيه. طيب تعالى يا دكتور هنا نجيب الجاميتات. والله دول شبه بعض فهاخد منهم واحده بس. هضربه في هنا في واحد وهنضربه هنا في اتنين، في رقم واحد وهنضربه هنا في رقم اتنين. بي في اكس اتش كابيتال يبقى بي اكس اتش كابيتال، يبقى دي رقم واحد، دي اول جاميطه. طب يا دكتور بي في اكس اتش سمول يبقى بي اكس اتش سمول. رائع جدا. طب يا دكتور البي سمول في الاكس اتش سمول يبقى بي، عشان دول شبه بعض هاخد منهم واحده بس، بي اكس اتش سمول. والبي في الواي يبقى بي واي. رائع جدا يا دكتور، رائع جدا. تعالى كده نضرب، نعتبر ان دي رقم واحد ودي رقم اتنين، ودي رقم واحد ودي رقم اتنين. ماشي. تعالى كده يا دكتور كده هضرب الاول في الاول يبقى بي كابيتال بي سمول اكس اتش كابيتال اكس اتش سمول، صح؟ اضربهم في بعض. طيب هضرب الاول في التاني يا دكتور يبقى بي كابيتال بي سمول اكس اتش كابيتال واي. رائع جدا. طب تعالى كده يا دكتور بيضرب التاني في الاول يبقى بي كابيتال بي سمول اكس اتش سمول اكس اتش سمول. رائع جدا. اضرب يا دكتور كده التاني في الايه؟ في الاخير في التاني يبقى بي كابيتال بي سمول اكس اتش سمول واي. تعالى كده يا دكتور نشوف ايه ده. البي كابيتال بي ده كابيتال يعني انثى، عرفت مننا انثى عشان اكس اكس. انثى بنية العيون هجين حاملة لجين مرض الهيموفيليا. حاملة لايه؟ لجين مرض الهيموفيليا.
طبعا ليه حامله جين مرض الهيموفيليا؟ عشان عندها الاكس اتش سمول، لكن المرض يظهر عليها لا، لكن هي بس حامله جين المرض. طب دي مين ده يا دكتور؟ والله ده ذكر بني العيون هجين لا يحمل جين مرض الهيموفيليا، يعني غير مريض بالهيموفيليا. طيب ومين ده يا دكتور؟ والله دي انثى بنيه العيون هجينه عشان عندها البي كابيتال وايه ومريضه بمرض الهيموفيليا، وده هيبقى برضو ذكر بني العيون هجين لكنه مريض بمرض الايه؟ الهيموفيليا. تعالى نقول يا دكتور على ايه؟ على الاجابات. الف بيقول لك بي كابيتال اكس اتش كابيتال اكس اتش سمول. بي كابيتال اصلا ما ظهرش عندي بي كابيتال يبقى دي مش معايا. طيب بي كابيتال بي سمول اكس اتش كابيتال اكس اتش كابيتال. بي كابيتال بي سمول اكس اتش كابيتال لا ما ظهرتش عندي، انا اصلا ما ظهرش عندي حاجه اكس اتش كابيتال خالص، يبقى دي مش معايا. طب يا دكتور بي كابيتال اكس اتش سمول واي. تعالى كده بص على الظهور اللي عندنا. ظهر بي كابيتال انا اصلا ما ظهرش حاجه عندي بي كابيتال عشان اقول بي كابيتال انا كل عندي بي كابيتال بي سمول. طب تعالى نبص كده على دال بي كابيتال بي سمول اكس اتش كابيتال واي. بي كابيتال بي سمول اكس اتش كابيتال واي، يبقى دي ظهرت عندنا في الابناء. يا دكتور ظهرت عندنا في الابناء، يبقى دي الوحيده اللي نختارها. ليه؟ لان دي الوحيده اللي ظهرت عندنا هنا في الابناء. فهو بيقول لك هو عايز التراكيب الوراثيه المحتمله للابناء. والله الاربع تراكيب دول ممكن توجد في ابنائهم، فاحنا دورنا على الاربع تراكيب دول في الاختيارات ما لقيناش غير رقم ايه؟ غير رقم 2 اللي هي الاجابه ده يا شباب. طبعا ده دوده البلهارسيا ودي دوده الاسكارس، يبقى دي البلهارسيا ودي الاسكارس. احفظ شكلهم عشان مهمين عندك. بس طبعا السؤال رقم 12 ملغي، فكبر دماغك منه وخش على السؤال رقم 13. بيقول لك اثناء فتره الحمل. اثناء ايه؟ اثناء فتره الحمل. ايوه. متى يبدا جنين حاله كلاينفلتر في تكوين المناسل؟ انا عايز اعرف هو الطرز الجيني الطرز الجيني بتاع حاله كلاينفلتر كان كام؟ والله يا دكتور كان 44 اكس واي. ايوه، يعني هو في كروموسوم اكس زياده في الكروموسومات الجنسيه. طب يا دكتور ده ذكر ولا انثى؟ والله ده ذكر. ليه ذكر يا دكتور؟ عشان وجود الواي، ادام في واي يبقى ذكر، اسمه ذكر حاله كلاينفلتر. طب يا دكتور انا في الذكور عندي اثناء فتره الحمل امتى تبدا في تكوين المناسل؟ والله في الذكور يا شباب بنبدا بعد 6 اسابيع، يعني بعد شهر ونص. يبقى في الذكور نبدا في تكوين المناسل بعد ايه؟ بعد 6 اسابيع. طب في الاناث يا دكتور؟ لا، في الاناث بنبدا في تكوين المناسل بعد 12 اسبوع، يعني بعد 3 اشهر. يبقى ده فين؟ ده في الاناث. طيب انا بقول لك حاله كلاينفلتر ده يعني ذكر، وادام ذكر يبقى انا هبدا في تكوين المناسل بعد 6 اسابيع او ايه؟ او شهر ونص، يعني الاجابه ب. طبعا الف مش معانا وج مش معانا، وده دي لو كانت انثى، لكن طبعا انا الظاهر عندي ذكر، فانا هختار الاجابه ايه؟ هختار الاجابه ب يا شباب. 12 معانا بيقول لك اي مما يلي صحيح بالنسبه لليوجلينا. طب عايز اعرف اليوجلينا ده يا شباب تبع مملكه مين؟ والله يا دكتور اليوجلينا دي تبع مملكه الكينجدم بتاعه الطلائعيات. الطلائعيات يا شباب. طيب يا دكتور عايز اسال كمان سؤال، هي كانت من شعبه ايه؟ هي اسمها يوجلينا من شعبه اليوجلينيات على اسمها، يبقى اليوجلينا من شعبه الايه؟ من شعبه اليوجلينيات، وهي من مملكه الطلائعيات. طب يقول لك الف اليوجلينا تتبع مملكه النبات. لا، اليوجلينا لا تتبع مملكه النبات، هي تتبع مملكه الطلائعيات. يا دكتور اليوجلينا تتبع مملكه الحيوان. لا، اليوجلينا تتبع مملكه الطلائعيات وليس الحيوان. طب جيم يقول لك تعتبر من البدائيات لانها واحده الخليه. بص، انا عشان اقول اصلا ان اي كائن من البدائيات، هي طبعا مش من البدائيات فانا هلغي ده جيم، بس عايز اقول لك ملحوظه. انا عشان اقول ان اي كائن زي النسطق مثلا اقول عليه ان هو كائن بدائي، اهم حاجه تميزه ان هو فيه نواه اوليه. يعني هو في ايه؟ نواه اوليه. يعني انا عندي في مملكه الطلائعيات كائنات وحده الخليه كتير. ليه يا دكتور ما قلتش عليها ان هي من البدائيات؟ لا، ما قلتش عليها انها من البدائيات عشان عندها نواه حقيقيه، واكتر ما يميز البدائيات هي وجود عندهم نواه ايه؟ هي وجود عندهم نواه اوليه، يعني ما فيهاش غشاء النواه. طيب ده اللي بيقول لك ذاتيه التغذيه. ايوه ذاتيه التغذيه، لانها كان فيها بلاستات خضراء فبتعمل غذائها بنفسها. يعني الاجابه ده هي اللي معانا ايه؟ هي اللي معانا يا شباب. يبقى 14 الاجابه ده يا شباب. 15 معانا بيقول لك ماذا تتوقع ان يحدث في حاله تلقيح نباتين ذره كلاهما اخضر هجين؟ يبقى انت هتجيب نباتين ذره كلاهما اخضر هجين وتلقحهم مع بعض وتشوف ايه اللي هيحصل. طب يا دكتور هنا بيقول لك بدون تحليل وراثي. بدون تحليل وراثي يعني هو مش عايز تحليل وراثي هنا في المساله، يعني هو عايز في المساله تكتب له ايه اللي هيحصل على طول، لكن من غير ما تعملوا ايه؟ من غير ما تعملوا المساله. لكن انت في ورقه خارجيه لازم تعمل المساله عشان تعرف ايه اللي هيحصل. يبقى انا هجيب كده سي كابيتال سي سمول، سي كابيتال سي سمول. دي ايه؟ ده نبات ذره يا دكتور اخضر هجين، وده زيه برضو اخضر هجين.
هعمل ايه اول حاجه يا دكتور؟ هعمل ايه اول حاجه يا دكتور؟ والله اول حاجه هجيب الجاميتات. طيب يا دكتور انا عندي الاثنين دول مش متشابهين، فهاخد السي كابيتال عادي جدا وهاخد السي سمول عادي جدا جدا جدا. طب يا دكتور عندي برضو الاثنين دول مش متشابهين، فهاخد السي كابيتال عادي جدا وهاخد السي سمول عادي جدا. طب يا دكتور دي بالنسبه لي رقم واحد ودي بالنسبه لي رقم اتنين ودي بالنسبه لي رقم واحد ودي بالنسبه لي رقم ايه؟ اتنين. هضرب الاول في الاول يبقى سي كابيتال سي كابيتال. هضرب الاول في التاني يبقى سي كابيتال سي سمول. هضرب التاني في الاول يبقى سي كابيتال سي سمول. هضرب التاني في التاني يبقى سي سمول سي سمول. دي ايه يا شباب؟ والله دي يا دكتور نبات بادرات خضراء، بادرات خضراء نقية. وده مين ده يا دكتور؟ والله دي بادرات خضراء هجينة. ومين ده يا دكتور؟ ده برضو بادرات خضراء هجينة. هما الاتنين ايه؟ هما الاتنين بادرات خضراء هجينة. ومين ده يا دكتور؟ دي بادرات بيضاء. ايه اللي بيحصل فيها البادرات البيضاء دي؟ تذبل وتموت. ليه؟ لان غياب الكلوروفيل في نبات الذره كان من الجينات المميته المتناحيه، وانا عندي سيسمول سيسمول. يبقى ده اللي هيحصل. دي بادرات بيضاء يا دكتور تذبل وتموت نسبتها 25%، ودي بادرات خضراء هجينه نسبتها 50%، ودي بادرات خضراء نقيه نسبتها 25%. يبقى ايه اللي هيحصل يا دكتور؟ والله يا دكتور كل اللي هيحصل ان انا هتظهر عندي 25%. يبقى احنا نكتب كده، هنكتب كده يظهر 25% من النسل الناتج. من النسل ايه؟ من النسل الناتج. هيظهروا ايه؟ هيظهروا بادرات بيضاء. ايه اللي هيحصل فيها؟ نحط له قوسين كده، هتذبل وتموت. ونكتب له لأن غياب الكلوروفيل من الجينات المميتة السائدة. وعايز طبعا تكتب ان البادرات البيضاء هتبقى ايه؟ سي سمول سي سمول. وايه؟ والبادرات البيضاء ذات تركيب جيني متنحي سي سمول سي سمول. ماشي ماشي. وتقول له كده انما 75% 75 ايه؟ 75% من الجيل الناتج عبارة عن 50% بادرات خضراء هجينة، و25% بادرات خضراء نقية هتعيش معانا. ليه؟ بسبب وجود صبغ الكلوروفيل. بس كده يا شباب. 16 معانا بيقول لك قم بتصميم مفتاح تصنيفي. عايزك تصمم مفتاح تصنيفي ثنائي لتصنيف الكائنات الحيه التاليه: الاميبا والبلوسوفونيا والفيوكس والاسبروجير. ايوه يا عم، هصمم المفتاح ده بناء على ايه؟ والله معتمدا في التصنيف على الصفات التاليه. اول حاجه نوع التغذيه، ذاتيه ام غير ذاتيه. اول حاجه بقى وجود بلاستيد خضراء او حاملات الاصباغ. طبعا وجود بلاستيد خضراء او حاملات اصباغ بتكون موجوده في النباتات ذاتيه التغذيه. طيب وعايز يعرف لون حاملات الاصباغ، يعني هو لو في حاملات اصباغ، الحاملات الاصباغ دي لونها ايه؟ اول حاجه الاميبا دي يا شباب، دي ذاتيه التغذيه ولا غير ذاتيه؟ لا ذاتيه يا دكتور، غير ذاتيه، غير ذاتيه التغذيه. انما البلوسوفينيا ذاتيه، والفيوكس ذاتيه التغذيه، والاسبروجيرا ايه؟ ذاتيه التغذيه، لانهم من مملكه النبات. يبقى اول حاجه كده، اول حاجه هنكتب ايه؟ هنكتب نوع التغذيه. نوع الايه؟ نوع التغذيه. ونطلع منها سهمين. ونطلع منها ايه؟ سهمين. واحد ذاتي التغذيه، ذاتي، واحد غير ذاتي التغذيه، غير ذاتي التغذيه. طيب وذاتي التغذيه ده يا اما بسبب وجود حاملات اصباغ، يا بسبب وجود بلاستيدات خضراء. بسبب وجود ايه؟ بلاستيدات خضراء. طيب يا دكتور انا اول حاجه عرفت. طب يا دكتور كمان سؤال، هو الفيوكس ده فيها حاملات اصباغ لونها ايه؟ حاملات اصباغ بنيه، انما البلوسوفونيا فيها حاملات اصباغ حمراء. يبقى اول حاجه كده هنكتب يا اما حاملات اصباغ حمراء يا اما حاملات اصباغ بنيه. بس كده. يبقى اول حاجه مين اللي فيها حاملات اصباغ بنيه حمراء؟ اللي فيها حاملات اصباغ حمراء هي البلوسوفونيا يا دكتور. البوليسوفونيا. طيب مين اللي فيها حاملات اصباغ بنيه يا دكتور؟ دي الفيوكس يا دكتور، الفيوكس. طب مين يا دكتور اللي كان فيها بلاستات خضراء؟ والله اللي كان فيها بلاستات خضراء يا دكتور هي الاسبروجيرا. هي ذاتيه التغذيه لكن ما فيهاش حاملات اصباغ، لكن عندها بلاستات خضراء.
طب مين يا دكتور بقى اللي كان غير ذات التغذيه؟ والله يا شباب اللي كان غير ذات التغذيه هي الاميبا. يبقى احنا عملنا كده نوع التغذيه، يا اما ذاتيه يا اما غير ذاتيه. والذاتي يا اما فيها حملات اصباغ يا اما بلاستيد خضراء، والحملات الاصباغ يا اما كانت حمراء زي البروسوفونيا يا اما كانت بنيه زي ما موجوده في الفيوكس، والبلاستيد خضراء كانت موجوده في الاسبروجيرا. والغير ذاتي ولا بقى فيه حملات ولا فيه بلاستيد خضراء ولا فيه حملات اصباغ، اللي هو ايه؟ اللي هي الاميبا اللي كانت بتتحرك بالايه؟ بالاقدام الكاسبه اللي تبع مملكه الطلائعيات. وبكده يا شباب خلصنا امتحان النهارده. ولو وصلت لغايه هنا من الفيديو بشكرك جدا جدا، ويلا استنوني فيديو جديد.